الرواية تقول أن الله عز وجل قال له: يا موسى، أعفو عمن استغفرني إلا قاتل الحسين. هذا ما نعرف شقد ما يريد يستغفر. وقال موسى: يا رب، ومن الحسين؟ هذا بداية التعريف. قال: الذي مر ذكره عليك بجانب الطور. قال: يا رب، ومن يقتله؟ قال: أمة جده الباغية الطاغية في أرض كربلاء. قال: وتنفر فرسه وتحمحم وتصهل وتقول في صهيلها: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فيبقى ملقا على الرمال من غير غسل ولا كفن، وينهب رحله، وتسبى نساؤه في البلدان، ويقتل ناصره، وتشهر رؤوسهم مع رأسه على أطراف الرماح. فبكى موسى عليه السلام وقال: يا رب، وما لقاتليه من العذاب؟ قال: يا موسى، عذاب يستغيث منه أهل النار بالنار، لا تنالهم رحمتي ولا شفاعة جده، ولو لم تكن كرامة له لخسفت بهم الأرض. قال موسى: برئت إليك اللهم منهم وممن رضي بفعالهم. فقال سبحانه: يا موسى، كتبت رحمة لتابعيه من عبادي. واعلم، هاي البشارات هنا، واعلم أنه من بكى عليه أو أبكى أو تباكى حرمت جسده على النار.